أهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. النهاردة معانا موضوع جامد جدا. إيه هي أغرب نظرية علمية ممكن تسمع عنها؟ الجواب هو نظرية الأكوان المتوازية. لو سمعت عنها قبل كده أو أول مرة خليك معايا علشان هشرحها بأسلوب بسيط وممتع. إيه هي نظرية الأكوان المتوازية؟ باختصار، النظرية بتقول إن في عدد لا نهائي من الأكوان، وكل كون مختلف عن التاني. يعني ممكن يكون في كون تاني شبه عالمنا بالظبط، بس في اختلافات صغيرة، زي إنك بدل ما شغلت الفيديو ده شغلت فيديو تاني. إزاي العلماء بيشرحوا النظرية؟ النظرية مبنية على فكرة إن الكون بتاعنا اتكون من انفجار كبير، الانفجار العظيم، وممكن يكون في أكوان تانية اتكونت بنفس الطريقة، وكل كون ليه قوانينه الفيزيائية الخاصة. هل النظرية حقيقية؟ النظرية دي مش مؤكدة 100%، لكنها مبنية على شغل كتير من علماء الفيزياء النظرية زي ستيفن هوكينج. هي أقرب لفكرة فلسفية بتخلينا نفكر، هل إحنا الوحيدين؟ وهل كل حاجة بنعملها بتأثر على أكوان تانية؟ النظرية دي قد تكون أغرب فكرة سمعتها، لكنها بتخلينا نقدر خيال العلم. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان نجاوب على أسئلة أغرب وأمتع. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.